وفي ختام هذا الشرح لا بأس أن أسوق كلاما لشيخنا حفظه الله عالم الجزائر محمد علي فركوس حفظه الله في كتابه منصب الإمامة الكبرى أحكام وضوابط، يلخص فيه ما ينبغي على الرعية تجاه إمامهم وحاكمهم. قال عليه رحمة الله حيا وميتا، وحفظه الله وأطال الله عمره في الخير، ونفع المسلمين بعلمه، ورد عنه كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. قال: صيانة اللسان عن ذنبهم وتجريحهم وإهانتهم، والامتناع عن سبهم ولعنهم، والتشهير بعيوبهم ومساوئهم، لأن ذلك يوجب عداوتهم والحط من قدرهم والانتقاص من شأنهم، وفتح مجال الإغارة عليهم بالقدح والطعن يفقدهم الهيبة ويجعلهم محل التهمة، الأمر الذي يخشى من ورائه ضياع الأمة شريعة وأمنا، إذ في اتهام العلماء في أقوالهم ومعارفهم تضييع للشريعة لكونهم أهل الإرشاد والدلالة، وفي فقد الثقة في الأمراء والحكام تضييع للأمن والاستقرار. ثم ساق كلاما للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذا المعنى، وهذا يلخص كل ما سبق ذكره في هذه المداخلة، ويبين أن الشيخ حفظه الله على عقيدة سليمة فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة مع حكامهم وولاة أمرهم، فما يروج له المفلسون الحاقدون من أنه حفظه الله على عقيدة السرورية إنما هو تهمة الجبناء وتدليس المدلسين، يراد منه الوشاية والتحريش للإطاحة بالشيخ وتغيير صدور الناس تجاهه وإثارة العلماء خارج هذا البلد ضده. فنسأل الله عز وجل أن يحفظه من كيد هؤلاء ومن شرهم ومن تدليسهم، وأن يطيل عمره في الخير، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وسائر أهل هذه الملة وهذا الدين. نكتفي